حسين. وإذا بالنداء من الركن اليماني حسين. السلام عليك أبا عبد الله وعليك السلام من يسلم. وإذا بالصلاة تنادي سادسكم تحت الكساء جورئي. عرفت إذ من هذه يد جبرائيل التي ليتها منعت سيف شمر من حز نحر الحسين. أبا عبد الله حل من إحرامه فإن القوم عازمون على قتله. 30 شيطان عندهم أوامر. تدري شنو الأوامر يا سيد؟ تدري شنو الأوامر يا مؤمن؟ اقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكهف. ولهذا الإمام الحسين خرج في مثل يوم الثامن بعد أن صعد المنبر وخطب في المسلمين، وكأني به يقول من ضمن خطبته وكأني بأوصال تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلاء. كأني بزينب يا نساء سمعت هذه الكلمة من أخيها الحسين لطمت على رأسها وصاحت وضيعتها. عظم الله أجوركم. وحول الحسين حجه إلى كربلاء. عندك استعداد تقرأ وياي؟ ليلة الجمعة وقريبين من البيت ودعاكم مستجاب. حل من إحرامه وحول حجه إلى كربلاء. قل أكون في كربلاء حج بعد؟ أقول نعم، مثل ما طاف الحسين مثل ما أكو طوافيني حتى في كربلاء في طواف. كلما سقط شهيد صار الحسين يطوف حوله. وإذا الحجاج عندهم سعي بين الصفا والمروة سعي الحسين منذ أن يسقط شهيد ينادي أدركني حسين. يجي له مسرع وإذا بزينب تنادي من الخيمة أدركني حسين. وإذا هذا ديدن الحسين سعي من المخيم إلى الميدان. وأما أضاحي الحسين فقد ضحى برضيعه وضحى بإخوانه وحجيمه في الحج حجي يوم عاشور. قلت كلمة ما قلتها أريد أقولها. نريد نلبي ويا الحسين. قبل كنا بنلبي نريد نلبي ويا الحسين. فما هي تلبية الحسين؟ لبيك اللهم بلحمي المنحور، لبيك اللهم بصدري المكسور، لبيك اللهم بحرق خيامي، لبيك اللهم بسلب نسائي، لبيك اللهم بحرق خيامي. حجيمه في الحال حجي يوم عاشور. باسم الكعبة والحجر نحرق النبي إسماعيل ذبح ابني مبروك. حشري ونشري في طفوف الغارية. عندي ضحايا بكربلاء شباب كلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجنون. هليت عاينهم ضحايا الغارية.
والحاج ينزع على الإحرام ويلبس الخيط. يوم العيد كل الحجاج برد اليوم ملابس شديدة، حتى من حلم إحرامه يلبس أفضل الملابس. أسألكم إمامكم وش لبس؟ وش لبس؟ لبس ثوب ممزق. على إمامك ثوب ممزق. لكن اللي أعظم من هذا جفلوا الثوب على جسد الحسين. جاوبني يا سيد، خلوه على جدك الحسين. والحاج ينزع على الإحرام يلبس الخيط، وانا اتعرى وينقلب جسمي دمع مالي داس الخير، صدري مكسر من اطراد الاعوجيه. شال الحرم يوم 12 يوم اللي نفيض من مناه، كل واحد ماسك صيدة فلاطي، واللي ماسك ملاطي، لكن من اللي مسك صيدة؟ من اللي مسكها؟ شباب خلي زوجتك تمشي بوحدها، ولا خاف عليها تطير، خاف عليها شباب ضاعت زينة، اللي تمشي وهي قاعدة ما تطير. والله مفيض الحاج شال الحرم للشام، والله الدعاء والتلبية ضجت الايام، الهزل تنعى ودمع العين سجاد، ضيعتنا يا حسين برض الغالية. اريد اختم على ام البنين، يستاهل ام البنين لولا ويد حسين ويروح حسين ام البنين وياه. ولهذا لما رجعت زينب الى المدينه بخبر شهاده الحسين، كانت ام البنين تجلس في البقيع وتصنع لها ثمور 5. يسالونها ام البنين من اولادك 4، القبر الخامس لمن هو؟ جاوبوني من تصيح هذا خبر ولدي. أول ما تبدأ بالبكاء يا سادة يا محمد تبكي على الحسين، ثم تبكي على أولادها، ثم توجه الخطاب إلى أبو فاضل. اسمع شو تصيح، تسأله أبو فاضل ولدي سمعت عنك أخبار صحيح اللي يقولون، صحيح نزلت إلى المشرع وما شربت الماء؟ شلون اشرب الماء وانت نفسك اثنين؟ ولا ولدي يا ابو فاضل لا يقول تشرب اخوك المسألة العصر. أصحيح ما يقال أن الحسين وضع رأسه يقولون يا ابني بل وشكيت نصفور، دارت عليك القام يا ابني بزاد وقعت يم المشرعة مفطوف راسك والدمع من جروحك يقولون طبيت النهر ورجعت قلبك بالضمير ما صار منك يا عيني لك نواصل بالبجنهار. اريدك تقرا وياي هذا البيت. يقولون راسك يا حطب يوم اللي خلى الحسين راس ابو فاضل في الحجره قبل له رمى راسه الى الارض مرتين اكثر من مره، لما خلى راسه في الحجره يرمي الى التراب. قل اخوي ابو فاضل ليش تسوي هالشكل؟ يا اخوي تحتاج الى رعايه،
ابا عبد الله شلون اخلي راسي فيه بعد ساعة والله كلها صعبة. انا الان اخلي راسي في حجرون وانت بعد ساعة يقولون راسك يا محطة بحجرة يا حسين القاعدة ببيته يا عقل ويا ضيعان يا ليت مثلك تنذبح يا الولد 70 ولا كان صدر ابن الرسول ترضى الخير. هذا البيت حق النسوان مو الرجال، هذا حق النسوان لأن هذا يخص زينب. معلوم يا ابني ضيع الزينب والأيتام. مع الزينب لا ما ضاعت. يلا لا قولوا زينب ضاعت لا لا. إذا واحد يقول لا ضاعت زينب عاد ايش اللي وقفها في مجلس يا زينب؟ وش اللي دخلها اسواق؟ 3 أيام واقفة على باب الساعة كم وضيعها؟ معلوم يا ابني ضيع الزينب والايتام حرمة وغريبة وضايعة والقوم ظلام والله حسافة كان زينب دخلت الشام. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه أن تفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم اكشف كربهم أزل همهم ادفع البلاء والسوء عنهم. اللهم أدخل السرور على قلوبهم هلاك عدوهم. اللهم أعزهم بعزك أيدهم بتأييدك سددهم بتسديدك. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم اكلأهم بكلاءتك. اللهم ارحم موتاهم وشاف مرضاهم واطلق أسراهم. من حضر مجلسنا هذا من حضر في هذا المكان المعظم وله حاجة واحدة رجالا نساء كبارا صغارا إلا ما أعطيتهم سؤلهم يا كريم. اقض حوائجهم أصلح ذراريهم زوج عزابهم أطل في أعمارهم زد في أرزاقهم. من التمس منا الدعاء اللهم اقض حوائجهم في الدنيا والآخرة. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل